تبدأ الحلقة التامنة لما أغمى على سونج، ووقتها الكل بيتصدم وإيان بيتخض عليها وبتطلب يون من الخدم إنهم يجيبوا الطبيب الملكي، بس هو ساعتها بيتعصب على الكل وبيقول لهم إنه هيمشي من القصر، بس لو اكتشف إن اللي حصل لها ده فعل هيدمره، وبيزعق وبينادي على هيون. فبيدخل هيون هو وتشوي وبيتصدموا لما بيشوفوا سونج مغمى عليها، وبيكونوا المصورين في القاعة بيصوروا اللي حصل، وبيبان على إيان إنه قلقان جدا على سونج. أما مين فكان واقف مصدوم وبيشيلها إيان بسرعة لبره القصر وبيركبها في العربية. وساعتها الصحفيين سألوه إذا كان اللي حصل لها حادثة ولا حد عمل لها حاجة، بس يان ما بيهتمش بيهم ويتوجه على المستشفى، وبيدي مين تعليماته علشان يفضي ليهم الشوارع، وكمان قال للمساعد يخلي الحرس الملكي يسيطر على الناس في المستشفى. أما اللورد لما بيشوف الأخبار عن اللي حصل بيقف مصدوم. بيوصل إيان للمستشفى وبنلاقي إن ضغطها واطي والتنفس بتاعها ضعيف، وللأسف مفيش استجابة للأدوية، والنبض بيفضل ينخفض. بس وقتها بتطلب الدكتورة من الأمير إنه يخرج، فبيخرج وهو يا عيني مش قادر يعمل حاجة. وبننتقل للمقر مع المساعدة، وهي بتقول للخدم إن أي حاجة لبستها سونج أو أكلتها يخلوها زي ما هي. هما بيستغربوا بس بتكمل وبتعرفهم إن مفيش حد هيمشي من المقر. وساعتها بتبص على الجاسوسة واللي بيبان عليها الخوف. وفي المستشفى بيوصل والدها واخوها ومراته، وقتها بيسأل والدها الأمير عن اللي حصل لها، بس بيقاطعهم الدكتور لما بيخرج وبيقول لهم إن نتيجة تحليل الدم اللي عملوا لها ظهرت، وبيعرفهم إنهم لقوا في دمها سم الدايجوكسين اللي المفروض بيعالج عدم انتظام ضربات القلب، بس الجرعة زيادة منه بتموت. فبيتخضوا كلهم وقتها، بس بيطمنهم الدكتور إنهم الحمد لله قدروا يلحقوها قبل ما السم ينتشر، وإنها كام ساعة وهتبقى كويسة. فساعتها أخوها بيزعق له وبيقول له كان ممكن تبدأ بالكلمتين دول قبل ما توقع قلوبنا. بس وقتها والد سونج بيبص للأمير وكأنه بيحط اللوم عليه، وقتها بيصدمنا كلنا لما بيضرب الأمير بالقلم. فبيجري الحرس الملكي عليه، بس إيان بيزعق لهم وبيأمرهم يقفوا مكانهم. فبيكمل والدها وبيقول له إنه طبعا مش هيسيب اللي حصل لها يعدي كده، فهو بيأكد كلامه وبيعرفه إنه هينتقم من اللي عمل كده. وبننتقل ليون اللي بيبقى باين عليها التوتر، وقتها بتخش مساعدتها وبتنقل لها الأخبار كالعادة إن في حد حط سم للأميرة، فهي بتعمل نفسها مش عارفة وبتقول إيه ده، في حد سمها. وبنروح لمين اللي كان متعصب جدا وبيدور على إيان، وأول ما بيشوفه بيزعق له بيقول له أنا كنت عارف إنك مش هتعرف تحافظ عليها وتحميها، وإنه حتى معرفش يحافظ عليها لمدة يوم واحد بس. فهيون بيرد عليه بكل برود وبيعرفه انه عشان كده هو هنا وهيحقق في اللي حصل لها من الخدم للعيلة المالكة. فبيتريق مين على كلامه انه ازاي عاوز يحقق مع حد في العيلة المالكة. بس ايان ما بيهتمش وبيصمم على كلامه وبيقوله انه يسمح بفتح تحقيق عام في القصر. ولما بيروح مين يقول ليون بترفض، بس هو بيعرفها ان ده حصل في القصر وهيتم فتح تحقيق للكل. فهي بتتصدم انهم هيتجرأوا ويحققوا معاها، فهو بيعرفها ان ده طلب الامير ايان. فهي بتتعصب وتعرفه ان ده الامير مش الملك، فهو بيقول لها انه الوصي عن الملك، وبيني كلامه ان الكل هيتحقق معاه. بعد كده بيعمل مين مؤتمر صحفي بيعرف الكل ان الامير راحت للمستشفى وخلال كام ساعة هتبقى كويسة. فساعتها واحد بيسأله اذا كان اللي حصل لها ده وراه حد ولا لا، وقتها مين بيقول انهم فتحوا تحقيق، وبيلمح بكلامه ان اللي حصل لها ده فعل حد. وكمان عرفهم انه فتح تحقيق شامل للكل ومش هيسمح لاي جهة انها تأثر على النتيجة. وبنلاقي انهم في المقر بتاع الامير قبضوا على كل الخدم، حتى مساعدة سونج قبضوا عليها علشان يحققوا معاهم كلهم. وفي أوضة سونج في المستشفى بنلاقي إن هيون قاعد مع أخوها ومراته، وبنعرف من كلامهم إن دي أول مرة يفتحوا تحقيق مع حد من العيلة المالكة. بس ظاهر على هيون إن زهق من قعدتهم وبيقول لهم هو انتوا مش هتروحوا ولا إيه؟ وقتها أخوها بيقول له إن أبوه قال لهم ما يمشوش من عندها إلا لما تفوق، لأنه قلقان عليها. وقتها فعلا بتفوق سونج والكل بيفرح أخيرا. وساعتها بيكون الأمير في القصر علشان التحقيق اللي بيعمله، بس بتجيله تشوي وبتعرفه إن الأميرة فاقت، فبيطلع يجري عليها، وأول ما بيشوفها بيحضنها قدام الكل ما هي مراته بقى، وبيسألها وهو بيعيط إذا كانت كويسة. فهي بتستغرب انه بيعيط، متعرفش اللي عمله علشانها في الكام ساعة دول، بس هو بيقول لها انه كان فاكر انه خسرها للابد. فهي بتطبطب عليه وبتقول له انها كويسة دلوقتي. وقتها بتسأله هو ايه اللي حصل لها، بس بيقاطعهم دخول مين لانهم عايزين يحققوا مع الامير. فبيخرج ايان وبيقول لهيون انه يفضل جنب سونج وما يسيبهاش ابدا، فبيطمنه. وبنروح بعد كده للتحقيق مع الامير، وبيسألوا الضابط وقتها لو كان لاحظ اي علامات غير طبيعية على الاميرة او هي بتعاني من اي مرض. فهو بيقول له هو انت ما شفتش التقرير بتاع الدكتور ولا ايه؟ فساعتها الضابط طلع التقرير وقال له اذا كان يعرف المادة اللي هي خدتها، يقصد اللي هي اتسمت بيها يعني. فايان بيسكت شوية وبعدين بيقول له ايوه، لانها نفس الدواء اللي هو احيانا بياخده. وبنروح لسونج اللي بتصدمنا كلنا ساعة ما قالت لمين انها وقت الحفلة لما اتكعبلت الكاسات اتبدلت وهي خدت الكاس بتاعه، وبكده بتعرف انهم كانوا عايزين يقتلوا الامير. فبتقلق عليه وبتكون
بتكون عاوزة تروح له لأنه أكيد في خطر. أما في التحقيق بنلاقي إن إيان طلع عارف إن هو اللي كان مقصود مش هي، وبنعرف إن هو لو كان خد الدواء كان هيموت. وبنرجع للمستشفى لما بتخرج سونج من الأوضة، بس هيون بيمنعها وبيقول لها إن ده أمر من الأمير وإن سلامتها دلوقتي فوق كل حاجة. بس بيجي مين من وراها وبيعرفها إن هو اللي هيروح له وتخش أوضتها دلوقتي علشان ترتاح. وبنروح ليون واللي بتعرف من مساعدتها إنهم بدأوا تفتيش مقر الأمير، حتى العربيات اللي ركبوها بتتفتش. وبعد ما بيخلصوا تحقيق مع الأمير بيروح على المستشفى وبيلاقي مين هناك، وساعتها بيقول له مين إنه يرجع على القصر، بس يان بيقول له إنه مراته في المستشفى وعايزه يروح على القصر. فبيفهموا مين إن وجودهم في القصر هيبقى أمان أكتر، ده غير إن سونج هتخرج بكرة وهترجع برضه على القصر. وبيقرب منه وبيوشوشه، بيعرفوا إن وجوده في القصر ضروري عشان يبقى مسيطر على كل حاجة هناك. فبيقتنع الأمير وبيرجع فعلا على القصر. ولما بيوصل بيقول لتشوي إنه هيعزز الأمن الملكي، ده غير إنه هيعين خدم جداد، وبيقول لها إنه لازم يحمي مراته بأي شكل كان. وتاني يوم الصبح بتكون سونج في أوضتها مع الدكتور وهيون، وقتها بتدخل مرات أخوها. فسونج بتقول لها إيه اللي جابك تاني؟ فهي بتعرفها انها جايه تطمن عليها، وكمان بتقول لها ان الامير ووالدها طلبوا منها انها تكون جنبها، فهي بتتبسط ان الامير مهتم بيها. وبنعرف من الدكتور انها بقت كويسه، بس برضه تفضل تحت المراقبه في القصر. وبعدها بشويه بنلاقي سونج بتحاول تحط ميك اب يخليها تبان مريضه قدام الصحافه، لانها عارفه انهم لو شافوها انها بقت كويسه هيقولوا ان ده كله كان تمثيل منها. وقتها بتنصحها مرات اخوها انها تستعطف المصورين بنظراتها لما تخرج، وفعلا بتعمل كده. واول ما بتخرج بتفضل تكح وبتنتشر صورتها، وبيبان قد ايه هي ضعيفه وغلبانه، وبتشتغل شركتها على الصور دي. وبيحاول فريقها اللي في الشركة يطلعها انها يا عيني البنت المكسور جناحها في القصر، مع انها قادرة عادي. وفعلا بتنتشر الاخبار في الاتجاه ده وان الملكة ظالمة. وبتكون وقتها الملكة يون بتقرا الاخبار فبتضحك. وساعتها بتوصل سونج للقصر، فبتخرج يون بنفسها علشان تستقبلها، وبتعرفها ان علشان راحتها هتشيل كل واجباتها لحد ما تخف. بس سونج مش بتديها وش، وبتدخل الجناح بتاعها، جات لها اللي هتربيها. ولما بتدخل الجناح بتاعها بتلاقي الملك الصغير هناك واللي كان مستنيها لانه قلقان عليها. فهي بتطمنه ومش بترضى تقوله الحقيقة، وبتعرفه ان بطنها بس كانت بتوجعها وعلشان كده اغمى عليها. وبعد كده بيوصل الامير وبيسلم على الملك الصغير، وبعدها بيدي تعليمات لتشوي وبيعرفها مين اللي مسموح ليهم يخش الجناح ومين لا. وقتها بنتنا يا عيني بتكون صدعت من كتر التعليمات، فبتناديه وبتبصله وبتقول له ممكن نبقى لوحدنا، وبتبصله بنظره بعينيها خلتنا كلنا نتاثر، ما بالكم بالامير اللي بيتوتر وقتها وبيقول للكل يسيبوهم لوحدهم. ولما بيخرجوا بتقول له انهم مش المفروض يحموها هي، لا المفروض يحموه هو لانهم مستهدفينه هو. فهو بيقول لها انه عارف بكل هدوء، فهي بتستغرب من هدوء. فهو بيفهمها انه كان هيبقى قلقان لو هي اللي في خطر. وقتها بتبصله بصدمة وبيبان الدموع في عينيها لأنها خايفة عليه، وبتفضل تضربه وبتداري خوفها عليه، وبتقوله إن لو حصله حاجة كده هي مش هتعرف تتطلق منه. فهو بيضحك على كلامها. وفي نفس الوقت عند مين في مكتبه بتطلع نتيجة تحليل الكاس اللي كانت سونج شربته وقت الزفاف، واكتشفوا ان في نفس المادة اللي اتسمت بيها. فساعتها بيفتكر كلامها ليه وقت المستشفى ان الامير فعلا في خطر. وقتها بيدخل المساعد الجاسوسة بتاعة يون. وفي القصر بنلاقي يون ومساعدة سونج ماشيين مع بعض، وهو بيفضل يحكي لها عن حياته. وساعتها بنلاقي المساعدة اعجبت بيه وبدلته نفس المشاعر اللي هو بيبادلها لها. وتاني يوم بيكونوا بيجهزوا نفسهم لانهم رايحين يسلموا جوائز ومنح دراسية في المدرسة اللي كانوا فيها. وبتكون سونج هي اللي هتقول المقدمة الافتتاحية، وكالعادة بيوصيها هيون بالتعليمات الملكية اللي بتكسرها اول ما بتوصل المدرسة مع ايان. وفي نفس الوقت في مكتب مين بيجيله المساعد وبيوريه حاجة، وبيبان ان في مشكلة كبيرة حصلت. اما عند ايان وسونج بيعرفوا ان رئيس الوزراء مين هيتأخر، فبتبدأ سونج المقدمة وبتبدأ تهزر مع الطلبة، وبيكونوا كلهم متفاعلين معاها لحد ما بيجي رسالة على موبايل هيون اللي بيتصدم اول ما بيشوفها، وبيوريها للامير اللي صدمته ما بتكونش اقل من هيون. بس الوقت ده بتكون سونج مكملة في خطابها لحد ما بتلاحظ ان الطلبة كلهم بقوا مشغولين في حاجة وبيتكلموا بينهم من بعض. وفجأة بيدخل عدد كبير من الصحافة وبيواجهوها بتسريب عقد الجواز اللي بينها وبين الأمير. وقتها بتخاف سونج وبترجع لورا، بس ساعتها بيجي الأمير وبيحميها بظهره وبيقول لها تبصله هو وما تركزش مع أي حاجة تانية، وبيمسكها من ايديها وبياخدها وبيمشوا. وهنا بتخلص الحلقة الثامنة من المسلسل. وما تنسوش تعرفوني رأيكم في الكومنتات.